دمستوا الفول ولا لسه؟ رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، ويا رب يكون شهر كده مليان بالخير والبركة على أمة محمد جميعا ان شاء الله. النهاردة هدمس معاكم الفول بطريقة العربيات. شايفين قوامه عامل ازاي؟ من غير دقيق ومن غير نشا ومن غير اي حاجة زيادة. هنحط بس شوية اضافات كده في الاول، وهنطلع الكمية الجميلة دي كده كلها من نص كيلو فول بس. يلا اشتركوا معايا في القناة واعملوا لي متابعة على الفيسبوك ولايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. اول حاجة جبت نص كيلو فول من عند العطار. الفول بيبقى بالشكل ده، الحباية متوسطة ولونها ابيض او لونها فاتح. غسلته كويس جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليه بقى بمية لحد ما اغطيه كده بشوية حلوين، وهسيبه منقوع من 12 ساعة ل 24 ساعة. يعني ممكن نعمله بعد 12 ساعة وممكن نخليه 24 ساعة، بس بنغير عليه المية كذا مرة. وده كان تاني يوم بعد ال 24 ساعة معدوا، بقى بالشكل دوت وحجم الفول اتضاعف. هصفي بقى المية بتاعته دي اهو بقى بالشكل ده. ما نجيبش الفولة الكبيرة لان الفولة الكبيرة ديت بتاعت الفول النابت، والفول الصغير خالص دوت مش بيبقى للتدميس. اهو بالشكل ده كده بندوس عليها بتبقى طرية، وطبعا بتبقى حجمها متضاعف عما كنا ماسكينها قبل ما ننقعها. جبت بقى حلة تشيل معايا كمية الفول. طبعا تقدروا تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها، انا هي دي الكمية اللي ممكن تكفيني ان شاء الله طول شهر رمضان، لان احنا فردين بس، لكن انتوا ممكن تضاعفوا الكمية. وبعد كده عندي بقى نص كوباية من العدس الاصفر، وعندي نص كوباية برضو من الفول المقشور او المدشوش مش منقوع، مغسولين بس. وعندي هنا جزراية متوسطة مبشورة. الاضافات دي كلها ممكن نشيل منها حاجة لو مش متوفرة او لو احنا مش عايزينها، بس بجد هما دول اللي بيفرقوا في القوام بتاع الفول في الاخر. وكمان هضيف عصير ليمونة، مش هحط القشر عشان القشر بيمرر وعن تجربة. وبعد كده بقى اللي هيخلي معانا الفول زي الزبدة بالظبط، هحط 4 معالق كبيرة كده من الزيت. وعندي عشان اللون بقى يبقى حلو معلقة صغيرة كركم ومعلقة كبيرة بابريكا. وهغطي الكلام ده كله بقى بمية مغلية، ضروري تكون مغلية. وهدي تقليبة كده وهشوف لو محتاج تاني ازود شوية. انا بسيب المقدار اللي هو فوق المية ده، المقدار الفاضي دوت، لان احنا بنغليه اول بس 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده بنوطي النار شمعة وبنسيبه بقى براحته خالص. هحطه بقى على النار. انا قعد معايا 6 ساعات، وكان بصراحة حلو جدا. هو كان استوى بعد 4 ساعات، بس انا علشان اتأكد ان هو خلاص اتهرى سبته 6 ساعات. شايفين بقى قوامه عامل ازاي؟ تقيل جدا جدا، ممكن كمان نخفه اكتر من كده، بس انا حبيته كده بحيث ان انا لو جيت اضيف عليه اضافات وانا بسخنه يبقى قوامه مظبوط. انا سبته 6 ساعات على النار، ممكن اقل من كده. طبعا اول ربع ساعة بتكون على نار عالية لحد ما نتأكد ان هو غلي، وبعد كده بوطي النار شامعة خالص بقية الوقت. شايفين الفولة رايحة خالص، دايبة جدا جدا ومهرية. ومية الفول اصلا، يعني مية الفول اصلا فظيعة بجد، مش زي اللي عند الراجل كده بتبقى كأنه محطوط عليها نشا او حاجة. لا ده فعلا فول فول يعني، مش محتاج بقى اي حاجة تاني كده. شوية طحينة على الوش وشوية زيت وليمون، وبجد احلى طبق فول هتاكلوه. وان شاء الله لو جربتوه بالطريقة دي وبالاضافات دي هيبقى حلو جدا جدا. هظبط بقى طبق الفول كده عصير ليمونة وشوية طحينة. نقدر نعمله باي طريقة طبعا احنا بنحبها، في طرق كتيرة جدا جدا للفول. ان شاء الله هبقى انزل معاكم ريلزات على كذا طريقة يعني لتحويجة الفول. حطيت بقى شوية ملح وشوية شطة وشوية كمون. هو بصراحة مش محتاج اي حاجة، بجد طعمه حلو جدا جدا، هو عايز شوية ملح بس. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ وكفاية مية الفول، انا بشوف ناس عاملة مية الفول بتبقى خفيفة جدا جدا وما بتبقاش حلوة. لا هنا طبق الفول شايفين ماسك نفسه قوي يعني وحلو، من غير نشا ومن غير دقيق ومن غير اي حاجة.
يلا بقى نهرسه كده، هيبقى عامل زي الفول المطحون بالظبط، كأننا طحنينه في الخلاط من كتر ما الفول دايب. شايفين عامل ازاي؟ قوامه حلو جدا جدا، وكمان ما تحطش على النار يعني. هو زي ما هو في الحله انا عملته كده على طول، وبقى بالشكل دوت. شكله حلو جدا جدا جدا، متأكدة ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم. مش عايزين بقى نشتري فول من بره تاني. هنا حطيته بقى في طبق علشان ابتدي ان انا اغرفه في الاكياس واحطه في الفريزر. بحط على قد الكمية اللي احنا هناكلها او اللي احنا هنتسحر بيها. شايفين بقى عامل ازاي؟ وحطيته بقى في الاكياس دي كلها، ده نص كيلو من الفول عمل الكمية دي كلها. ان شاء الله لو جربتوا الطريقة دي تعجبكم.